مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة متتبعي قضية سعيد الناصري ومن معه. مشاهدينا الكرام، اليوم الجلسة ديال سعيد الناصري جلسة استثناء عن باقي الجلسات. مشاهدينا الكرام، احتراما للمادة 77 من قانون الصحافة والنشر، لنا الحق أن ننقل ما يروج في الجلسات. اليوم في الصباح السيد الرئيس نادى على الناصري، واجهوا بمكالمات هاتفية بينه وبين المالي. هاد المكالمات اللي واجه بهم الرئيس سعيد الناصري اعتقد كانوا بجوج اتجاهات. الاتجاه الاول انه سعيد الناصري كان عنده نقاش مع المالي، كان كيطلب منه المالي انه يكون وسيط يتوسط بانه ينتقل من السجن من المغرب لدولة اخرى. من الطبيعي جدا انه سيد الناصري يجيب انه كالجواب ديالو قلت لي قدم طلب ويكون خير. هذا هو الجواب. السيد الرئيس قال لي شنو كتقصد بيكون خير؟ قال لي اذا كانت الاجراءات كلها على ما يرام وانه عنده هذه الامكانيه ممكن، علما هذا كلام سعيد الناصري انني قلت له هذا الشيء كله غنديرو بدون مقابل. هذا الجواب ديال الناصري. من بعد السيد الرئيس غيطرح لي سؤال ثاني كيتعلق بالمالي اللي كيطلب من الناصري انه يكون وسيط فك واحد النزاع ونقاش في المال بين المالي وبيوي اللي هو مبلغ 50 مليون. سعيد الناصري يجيب ويحلل. الجواب تيقول نعم، قال لي هذا الكلام وكانت عندي ما اسئله كنقول له شنو العلاقه ديالك به، علاش عطيتي هذه الفلوس هذه كلها؟ قال سعيد الناصري وفي الاخير عطى تحليل، قال كون كان المالي كيسالني كان غيوجه لي انا بشكل مباشر، ولكن انا بحكم الطعام اللي شركتو معاه في واحد الظرفيه زمنيه انه قلت ليه نقدر نظرا انه تكلم انه كاين في ضائقه ماليه، قلت ليه الا محتاج واحد جوج منه نقدر نساعدك بها، انما الموضوع اللي كيتعلق بالمديونيه اللي عندك مع بيوي هذا امر لا يخصني. كانت هذه نوعيه الاجوبه اللي جاوب بها سعيد الناصري الهيئه. مشاهدينا الكرام، من بعد السيد الرئيس سوف يفاجئ الجميع، غادي يعطي الكلمه للنيابه العامه اول مره انه طرح الاسئله على سعيد الناصري. النيابه العامه وبالضبط السيد ممثل الحق العام لهم تجربه ما يكفي، اسئله دقيقه في الموضوع درجها مع الناصري، والناصري يجيب بطريقه يعني تبهر الجميع صراحه. كاين اللي كيجاوب بناء على منطق، على ادله، على وثائق. الاسئله اللي درج معاه ممثل الحق العام كتعلق بالتاريخ ديال ايمتى شرا هذه الفيلا، ثم طرح معاه مساله اخرى كتعلق. الناصري جاوب على السؤال الاول من الطبيعي جدا. المساله الثانيه كتعلق بسعيد الناصري ملي كان رئيس الوداد وكان هو اللي شرف على البيع ديال لاعب مهم سميتو بن شرقي اللي تباع اعتقد لاحد الفرق العربيه الهلال، وقال لي ديك الاموال فين هي؟ قال لي مشات للوداد. سعيد الناصري يجيب، هو يواجهو بسؤال اخر كيتعلق بواحد جوج ديال المليار. هاد جوج ديال المليار ثاني قال لهم هديه من سعودي. ممثل الحق العام طرح سؤال قال لي واش ممكن تقول لنا الاسم ديالو؟ وهنا كان جوابا من الناصري خلى كل شيء في علامه استفهام. سعيد الناصري قال الهيئه الا وافقت الهيئه نقول الاسم انا نقوله ما عنديش المشكل، ولكن الا قلتو غادي تنوض البلباله بهذه الطريقه. قال لي انا كنحاول ما امكن ننبه ونقول للمحكمه بانه راه الا قلت هذه السميه هذه غتكون البلباله. كيتكلم على مبلغ 2 المليار اللي تسلموا كهديه. نفرقوا بين 2 المليار هديه ونفرقوا بين 2 المليار الثاني اللي تباع بها بن شرقي اللي قال بانه الفلوس ديالو مشات الكونت ديال الوداد. مشاهدينا الكرام، هنا غيطرح ممثل الحق العام لهم الذكاء ما يكفي. غادي يقول لي ولكن 2 المليار الاولى والثانيه كيفاش تدازوا بجوج في نهار واحد؟ هو يعاود نفس الجواب الناصري، قال السيد الرئيس الا جيت نشرح ونقول ونجبد الاسم غتكون البلباله في هذا الموضوع. والصحافه كانوا جلسه علنيه. من هنا من الطبيعي جدا انه السيد ممثل الحق العام غيقول لهم كيسحب السؤال وقال لي بدون اسم، يعني بلا ما تجبد لنا هذا الاسم. هنا ممثل الحق العام غيطرح سؤال اخر مهم جدا، تكلم ليه على العلاقه ديالو بالمالي وبالزوجه ديالو المغنيه. قال لي بانه الابحاث اللي دارت في الضابطه القضائيه في صفوف رجال الفرقه الوطنيه قدروا يديروا التموقع ان في هذا التاريخ كنتي في هذه الفيلا. هذا تموقع.
سعيد الناصري يجيب بطريقة أخرى صراحة، يعني كل ظاهر الطريقة باش تجاوب. قال لهم أنا في هذاك الظرفية أنا ما كنتش في هذه الفيلا، وكنت في واحد لوطيل، وهذاك لوطيل على جد مقروبة من الفيلا، والدليل أنه داكشي اللي خلص في لوطيل واللي تعشيت في لوطيل واللي صرف في لوطيل ها الوثائق ديالو، ها الفاكتورات ديالو. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني شيئا ما كان اقوى بكثير، قال فيما يخص المغنيه والمعني في هذاك التاريخ اللي كتحطوا قدامي التموقع اني كنت تما، ما كانوش بجوج، هنا كانوا في دوله عربيه لبنان، وكان ديك الساعه كتعتبر صديقه. انا قلت صديقه، كما الا جينا الاساس الطريقه باش نطقها قال صاحبته، هذه الحقيقه. في هذاك التاريخ قال بانه ما كانش المالي وما كانش المغنيه، كانوا في دوله عربيه لبنان. هذه كلها اجوبه اللي ممثل الحق العام كيطرح اسئله والناصري يجيب. من الطبيعي جدا انه بعض الاسئله لم ترق دفاع الناصري، فكانت مشادات ونقاش يعني في القانون، انه الدفاع كيقول بان هذه اسئله كلها تتكرر، ناقشناها. فكان جواب الرئيس انه من الطبيعي يعطي القرار ديالو، كيبقى هو صاحب القرار، ولكن السيد الرئيس له من الذكاء ما يكفي يجاوب بالود. قال علاش هذه الاسئله حتى هي تطرح، ما دمنا كلنا نساهم في تحقيق العداله. ممثل الحق العام يسال والناصري يجيب. إنما إذا رجعت للقرار كهيئة يبقى لي الحق أن أرفض السؤال أم أن أقبل السؤال. كان واحد شنآن ترفعت الجلسة، من بعد بقى الوضع فيه المناقشة. سعيد الناصري يجيب جميع الأسئلة اللي طرحت قدامه كيجاوب، وكاين معظم الأجوبة ديالو كتكون بوثائق. وهنا باش نعاود نرجع ناكد هذه المساله، هذه الهيئه اللي عندها الملف انا قلتها في الفيديو الاول والثاني والثالث، وغنعطي حتى دابا الدليل. ممكن الناصري كيعطي الممثل الحق العام سؤال، كيجاوب على ذاك السؤال وكيتعمق في معطيات اخرى كيفيد بها وسعه الصدر ديال الهيئه صراحه، وكيقول لي السيد الرئيس اذا كنت تتوفر على اي وثيقه في الكلام ديالك اعطيها لي، وكيسلموا الوثائق. هذا بشهاده الجميع وبشهاده الحضور، سواء لا دفاع الناصري ممثل الحق العام، السيد كاتب الضبط اللي هو كيسجل في الجلسه، وكذلك لا ننسى الناس اللي هما حضروا لنا جلسه علنيه. مشاهدينا الكرام، في الاخير غادي يتقدم استاذ مسكيني ملتمس الرئيس الهيئه كيطالب به واحد المجموعه من الاسماء، ويتكلم بطريقه يعني متشبث بهذه المساله اللي غنتكلم عليها. اعطى عدد من الاسماء ويطالب الهيئه بانهم يحضروا قدام الناصري، وهذه المساله كان كيقولها دائما الناصري، انطلاقا من المغنيه، انطلاقا من المالي، انطلاقا من عبد الواحد موضوع النقاش اللي كان صديق ديالو، ومجموعه من الاطراف او من المصرحين اذا صحابين او من الشهود في الملف. لا زال دفاع الناصري يطالب بالمواجهه ديال هذه الاطراف. من الطبيعي جدا انه سعيد الناصري كيقول واحد الكلمه، ما نقولوش الاخيره، نقولوا شبه الاخيره، لانه في اطار فقره ديال المناقشه. هذه الايام كلها اللي دازت كانت في اطار المناقشه، انه كيقول عندي اليقين في الهيئه وفي الادله الدامغه اللي كنجاوب غتوضح عندها الصوره اكثر. ورجع للقاعده اللي تكلم عليها، هو كيفيه معالجه هذا الملف من الخيال الى الواقع. والخيال هما تصريحات المالي، اي حاجه كيقول ديالي، علما انه الاوديوات ما كاين حتى شي مكالمه هاتفيه يوجه الاتهام انه الناصري مديون له بالاموال، عكس هو تكلم على ابوي في 50 مليون. مشاهدينا الكرام، لما نتكلم على هذه الحقائق ننقل ما يروج في الجلسه وكنلتزموا بالحياد وما تنجيبوش هذا الشيء من عندنا. تكلمت في الفقرات السابقه او في الفيديوهات في الفيديو السابق، تكلمت على كيفاش كتمشي الاجراءات في محكمه الاستئناف بالضبط في هذا الملف، ومن عند هذه الهيئه الموقره اللي لها من تجربه ما يكفي. وتعمدت نتكلم على ممثل الحق العام، انا ما يمكنش يحكموا في الملف، لازلنا ننتظر، ولكن بدايه الخروج ديال النيابه العامه اسئله دقيقه، يسال فقط ولا يعقب على السؤال، لانه من بعد من غادي يسال الناصري
وتكمل الاسئله من الطبيعي غادي تكون النوبه ديال بيوي حتى هو في المناقشه غطرح لي النيابه العامه من بعد اسئله ثم المرافعات. يعني باقي اليوم اللي غادي يجي ديال ممثل الحق العام الذي سوف يتمم صك الاتهام ديال النيابه العامه والقرار ديال قاضي التحقيق. ويبقى القاضي وتبقى الهيئه اذا صح التعبير هي صاحبه القرار. الهيئه محايده، النيابه العامه اذا شكت تابعت، اذا تابعت اعتقلت. هذا حق سلطه الملائمه اللي عند النيابه العامه، والدفاع له الحق ان يدافع باستماتة على الموكل ديالو في الادله الدامغه اللي كيشوفوا انها تبرئ الناصري. ويبقى قضاء الموضوع هو اللي غادي يفصل في الملف الاخير. مشاهدينا الكرام، هذه معظم النقط اللي تناقشت اليوم. القوه انه الناصري لم بحال كنقول عطى كيحاول يشرح للمحكمه انني ما نذكرش هذا الاسم كما قال الا قلتو غتكون البلباله، هذا كلامه. ثم كذلك جاوب على المساله اللي كتعلق بالتموقع ديالو في الفيلا ديال المغنيه والزوج ديالها، اللي قال هي والزوج ديالها او هي اذا صح التعبير والصديق ديالها في تلك في الظرفيه كانوا في لبنان، وهو عنده من الوثائق ما يكفي انه كان في اوطيل كما قال بواحد التعبير، قال ما عدا الا كان الاوطيل داخل في الفيلا. هذا التحليل ديال الناصري قالوا قدام الهيئه. مشاهدينا الكرام، هذه هي اطوار الجلسه. الناصري لا زال يدافع بنفس الوتيره وبنفس الطريقه اللي بدا فيها من الاول عن براءته. وهنا تعمدت نشرح هذه المساله وغنعاود نضيفها اننا ننقل ما راج في الجلسه ونلتزم بالحياد التام ما يروج في الجلسات. النيابه العامه لها من تجلبه من الكفاءه ما يكفي. الناصري يجيب، الهيئه تطرح اسئله وتناقش الموضوع، الدفاع على تتبع وترقب، الكل يساهم رغم النقاش من اجل تحقيق العداله في الاخير من هو الجاني ومن هو الضحيه. مشاهدينا الكرام، الملف ديال الناصري تاجل 12/6 اعتقد الاسبوع المقبل اللي من موراه، نظرا الاسبوع المقبل غيتزامن مع عيد الاضحى. وهنا غادي تكون البدايه. هذا كيبقى اجتهاد لانه لما شفنا يمكن الناصري كمل المناقشه، غادي يبدا بيوي، الهيئه غتبدا النقاش مع بيوي. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد حول حيثيات القضيه. الناصري يجيب، سعه الصدر ديال الهيئه، تتبع والاسئله الذكيه والدقيقه ديال الممثل الحق العام. يبقى في الاخير هو تحقيق العداله في هذه القضيه. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن. شكرا لكم.